السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الشاورما، بس على طريقتي انا بقى. ها انا عملتها لكم قبل كده زي المطاعم، لكن النهاردة هعملها لكم بالفلفل على طريقتي. اول حاجة معايا صدور فراخ دجاج، ونقطعها كده اهو بالشكل ده. ومعايا بقدونس، طبعا نقعه في ميه اهو كده اهو، علشان ينزل لو في اي اتربه او كده. ومعايا فلفل ملون، ومعايا بصل. طبعا معايا العيش ده هتلاقوه كله، هتلاقوه يعني في ليدل، رخيص جدا جدا هنا في فرنسا. العيش ده ب2 يورو ونص، يعني مش غالي خالص. المهم هنجيب طاسة زي كده، او حلة، او اي حاجة عندك تستعمليها. هنسخنها قوي قوي على النار قبل ما نحط الفراخ الدجاج الشاورما. لازم نسخنها قوي قوي، يعني تكون سخنة جدا، علشان لما ندي للشاورما، نحط الشاورما نديها الصدمة فيها، ما تنزلش المية، الدجاج ما ينزلش المية. ونكون غسلينها طبعا كويس جدا، ونصفيها. هوريكم دلوقتي اهو كده اهو بالشكل ده. بسم الله. طبعا احنا ولا حطينا زيت ولا زيوت ولا اي حاجة لسه. بعد كده بقى هنفضل نقلب فيها لغاية لما تتشوح خالص، يعني ما يكونش، يعني تكون يعني شبه استوت كده. اروح اقطع الفلفل واجيلكم. رجعتلكم تاني وهو بعد ما قطعت الفلفل الملون مع البقدونس اهي، والفراخ اهي. بصوا مفيش ميه اهي، بصوا اهو. هاجي بقى احط كده اهو من فوق شويه زيت زيتون كده اهو، بالشكل ده. بعد كده استنى شويه كده، حوالي 3 دقايق، اروح منزله البصل. طبعا انا لسه ما حطيتش التوابل، كل ده ما حطيتش اي حاجه الا غير زيت الزيتون والبصل. بعد كده بقى هحط عليها الفلفل الملون. بالشكل ده. بعد
كده بقى اقلب كويس، افضل اقلب فيها كده لغايه لما ايه لغايه لما يندمجوا كده اهو. اول ما احس ان الفلفل ابتدى هو والبصل يدبل يعني نص دبله كده، اروح حاطه البقدونس. فاصل وراجعه لكم. ورجعت لكم تاني بعد كده بقى اهو بقى دبل اهو. هبتدي بقى احط الايه البهارات. دول الخمس بهارات اللي عندي، احط لهم الخمس بهارات والزعتر وشوية كاري مش كتير. بعد كده بقى ايه نحط البقدونس كده اهو. دلوقتي بقى نبتدي ايه نقلب كده ونوطي النار. لسه برضو ما حطيتش الملح. الملح في الايه في الاخر خالص. ورجعت لكم تاني. هاجي بقى احط ايه مكعب زبدة كده مع نص ليمونة. طبعا حطيت الملح انا. رجعت لكم تاني بقى. ودلوقتي ايه انا هعمل الساندوتش بتاعي. اول حاجة هجيب مايونيز كده اهوت، بالشكل ده. بعد كده بقى ايه هجيب الشاورما. بعد كده احط شوية بقدونس، بس انا ايه مش هعمل للعيال ده ليا انا بحب البقدونس بصراحة. لكن العيال ما بيحبوش البقدونس كده اهو. يا سلام. والفلفل بقى ايه الفلفل الحار.
ده مش فلفل حار، ده فلفل عادي، بس انا عندي فلفل حار بس بالشكل ده. وهبتدي بقى ايه الفه كده لفه حلوه كده. ثواني، يلا اديني عملت اهو. ده سندوتشي انا، لكن العيال انتي بتحبي ايه يا قمر ملك الصوص؟ مايونيز. ما تحطليش سلط ولا ده سلط ولا بقدونس ده يعني؟ لا ما حطهوش. لا انا عارفه انك انت بتحبيش البقدونس على الشاورما يعني. صح. انا كل يوم بحب شوي المايونيز. نيجي بقى كده عامل زي السندوتشات. الفه برضو فيه. وبعدين نبقى رجعنا لكم تاني، وبعد ما حشيتهم حطيتهم بقى في الايه في الطاسه كده على الناحيتين على الجنبين بقى بالمنظر الجميل ده. طبعا بقى مع الصوص مايونيز بطاطس اي حاجه. دلوقتي اهو دلوقتي بقى نقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومشاركة في القناة، وباي باي، واستنونا في فيديوهات كتير جاية ان شاء الله.